سلام عليكم. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على الطاقة وفسرنا حاجات كتيرة جدا. يا ريت تتابعوها علشان تعرفوا ازاي تقيسوا الطاقة بتاعتكم وازاي تحسوا بيها. طيب أنا هستفاد ايه من الطاقة دي؟ هستفاد منها حاجات كتيرة جدا: توازن في حياتي النفسية، توازن في حياتي الأسرية، توازن في حياتي الروحانية، وكمان زيادة الوعي الروحاني والنفسي، وازاي أقدر أفهم نفسي وطلباتي واحتياجاتي، فما يبقاش في ستريس، ما يبقاش في ضغط نفسي، وما يبقاش في توتر. ازاي؟ تابعونا لاخر الحلقه علشان تعرفوا ازاي، وجربتوا اللي انا هقوله لكم ده قبل كده ولا لا. عملوا تجربه حركه البندول وبصوا عليها. كلامي مش هيبقى بيفسر قد ما انتوا شايفين حركه البندول قدامكم دلوقتي. حركة البندول بتاخد شكل يشبه أشكال حركة الكون وحركة الشكل الجينات في الجسم. لما اكتشفوا إن حركة البندول تشبه حركة الكون والمجموعة الشمسية في السماء، استنتجوا إن الطاقة ليها حركة معينة وذبذبات معينة. حتى لو بصيتوا على حركة الجهاز القلب في العناية المركزة بيبقى ماشي بطريقة زي زجزاج. لو مفيش حركة، لو مفيش الكون بيقف، يبقى الحركة بتاخد خط مستقيم. طيب اتعلمنا ايه من ده؟ وازاي ان احنا نعمل مديتيشن، وازاي ان احنا نعمل تأمل علشان نستفيد اكتر في حياتنا؟ ايه اللي احنا بنقلل فيها الاسترس، بنقلل فيها الضغط النفسي زي ما احنا قلنا في اول الحلقة. وبالتالي في ناس متخصصة قالت في شجرة البامبو اللي فيها حركة اللولبة دي أو الزجزاج ده هي بتدي توازن طاقي. فممكن إحنا مش شايفين الطاقة، ولكن إحنا ممكن نحاول إن إحنا نستخدم حركات هندسية، زي ما كان في علماء كتير كانوا بيتكلموا على البايوجيومتري أو الهندسة الحيوية، إزاي تستخدم الأشكال دي عشان تزيد من الطاقة الحلوة في بيتك. فمن ضمنها شجرة البامبو. تعلمنا حاجة تانية أكبر من كده. دليل علمي أثبت إن الجينات والأمراض الوراثية لما بتيجي في الجسم ممكن يحصل فيها طفرة جينية وتغيير في الجينات يخلي الإنسان أحسن. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن الجينات زي ما هي كان زمان بيقولوا عليها علميا إنها ثابتة. طبعا ما فيش حاجة ثابتة، لا، كل حاجة فيها تغير. إن الله يغير ولا يتغير، فكل حاجة بتتغير. تغير مسار الطاقة اتعلمنا فيه تغير مسار الجينات وحركة الجينات، اتعلمنا فيها مسار حركة المجموعة الشمسية. إذن في دايما حركة، في دايما تغيير. وبالتالي الطب الوظيفي دلوقتي لو رجعتوا لدكتور بيرج أو لو رجعتوا لدكتور كريم علي، هتلاقوا إن حركة الجينات بتتغير كل 6 شهور. وبالتالي أنت ممكن تخزن في جيناتك اللي أنت عايزه، اللي انت بتتمنى انه يكون موجود في حياتك. من اول التدريب لمدة 6 شهور، ازاي اكل اكل صحي، ازاي احافظ على التوازن الطاقي عندي، ازاي احافظ على صحتي النفسية، وازاي احافظ على البالانس او التوازن الروحي. وبالتالي انت محتاج تدريب نفسي. التدريب النفسي ده في شهر رمضان ممكن يساعدك انك انت تبدأ تعمله من دلوقتي لغاية 6 شهور قدام، وتحاول انك انت تمرن نفسك تغير من جينات جسمك عن طريق التطور الطب الوظيفي والتجارب اللي عملوها والابحاث اللي ثبتوها. طيب هتقولي لنا كل الكلام ده انت ممكن تكوني بتقوليه وبتبسطيه على اساس ان احنا نستفيد ازاي حياتنا تبقى احسن. ممكن توضحي لنا اكتر؟ المديتيشن والتأمل بيعلمك ازاي انك انت تتعلم من الكون التغييرات اللي بتحصل فيها بتأثر فيك. زي قابيل وهابيل. قابيل لما قتل هابيل معرفش يدفن أخوه، اتعلم من الغراب. فاحنا بنتعلم من الكون الرسائل الكونية اللي ربنا بيبعتها لنا علشان نستخدمها. يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك. يعني ربنا خلق الكون كله لينا نتعلم منه ونستفاد منه، ومسخر
لينا عشان نتعلم منه. رسالة تغيير المجموعة الشمسية وتغيير الجينات وتغيير الطاقة هو نفس الرسالة اللي بتقولك إن أنت ممكن تغير من نفسك. ممكن من دلوقتي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبالتالي أنت ممكن من دلوقتي تبدأ تغير من نفسك، تغيير النفس للأحسن، تغيير الطاقة والتوازن الطاقي، تغيير الوعي الروحاني. كل ده أنت ممكن تعمله مع نفسك لما تقرر، لأن ربنا بيقول وهديناه النجدين. ونفس ربنا ألهم النفس، والإلهام بيجي عن طريق حاجات كتيرة جدا، من ضمنها التأمل، من ضمنها ان انت بتقرب من ربنا وبتفكر كويس جدا الخطوة اللي جاية انت هتعمل فيها ايه. وبالتالي هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيلهمك على قد ما انت بتتواصل مع الكون وبتتواصل مع أسراره وبتتواصل مع الحاجات اللي حواليك كلها وبتعمل تأمل. التأمل بيعلمك، بيفتح لك الإدراك الوعي عندك والإدراك الحسي، الإدراك الروحاني، علشان تقدر تفهم انت فين وموقعك فين ورايح على فين، نفسيا، طاقيا، روحانيا. كل الحاجة اللي بتعمل لك بوستنج أو بتستيموليت الصحة من جميع النواحي، الصحة النفسية والصحة الروحانية والصحة الجسدية عن طريق التأمل. هتقولي لي تأمل؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتأمل في غار حراء لما بيقعد 30 يوم، كان بيقعد علشان يعمل تأمل، بيتأمل في الكون وفي عباده. عشان كده انت ممكن توصل ازاي تعرف حاجات كتير في الكون، وازاي انت موقعك من الكون وتأثير الكون عليك وتأثيرك انت على الكون. انت هتأثر على الكون بذبذبات الطاقة اللي عندك، بالنية اللي انت بتستحضرها في قلبك، لأن كل ما بيكون إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. طيب كل ما بتتغير كل ما بيحصل إيه؟ كل ما بيحصل ازدياد في روحانياتك. روحك أنضج من سنك، روحك أنضج من جسمك. أنت بتدربها كل يوم علشان تبقى فاهمة وواعية وشفافة وواصلة لمرحلة من الطاقة اللي أنت مرتاح بيها نفسيا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن في الآية رقم 47 في سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لو تلاحظ أن المجموعة الشمسية، الشمس بتفضل تمشي في مسار معين وحواليها بيمشي الكواكب بطريقة نفس الطريقة اللي انت شفتوا الفيديو بتاعها، وبتفضل في حالة توسع، حتى ان الكواكب اللي على مستوى العالم بتبقى أكتر من 40 مليار كوكب. وعلماء الفيزياء قالوا ان في كواكب احنا لا نعلم عنها شيئا، وبالتالي سبب ازديادها وسبب وجودها وتوسعها هو ان ربنا سبحانه وتعالى قال وإنا لموسعون. فكل ما انت بتتسع بإدراكك، بتتسع بكواكب روحك، بتتسع بإدراكك النفسي والروحاني، انت بتقدر تفهم أكتر وبتتدرج روحانيا علشان تفهم موقعك في الكون ايه. وبالتالي انت هتحس يعني ايه مديتيشن، انت هتحس يعني ايه تأمل، انت هتسأل أسئلة في قلبك ربنا بيديك الإجابة وبيلهمك بيها الإجابة، لأن في نفس ملهمة، والنفس الملهمة من ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن فألهمها فجورها وتقواها. احنا بيلهمنا الفجور والتقوى حسب ما انت رايح فين، انت عايز تروح، انت سكتك في التأمل ولا سكتك في الغفلة؟ سكتك ان انت عايز تاكل وتشرب وتنام وكل دي همومك زي اي حد، زي اي احتياجات كائن حي غير البشر وبس، ولا ان انت عايز ترتقي بنفسك علشان تستخدم عقلك وروحك اكتر ويتسع ادراكك؟ ان شاء الله المرة الجاية نشوف حلقات اكتر عن الطاقة علشان نتسع ادراكيا اكتر وروحنا اكتر تتسع، ونقدر نشوف باكتر شفافية ونقرب من ربنا اكتر ونقرب اكتر من نفسنا، وكل ما قربنا من ربنا. شكرا لكم، سلام عليكم.